تختتم منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي غدا الاثنين ب5 لقاءات، أهمها لقاء ديربي العاصمة الذي يستضيف فيه النصر غريمه الأزلي الهلال بملعبه مرسول بارك، وسط تكهنات بشأن إمكانية حضور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المباراة من أرض الملعب. ويتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 22 نقطة بتساوي مع الشباب وبفارق نقطتين عن الهلال والتعاون. وكشف موقع لاتاردي الإلكتروني عن إمكانية تواجد رونالدو في ملعب مرسول بارك غدا الاثنين لمتابعة ديربي الرياض بين النصر والهلال. وذكر الموقع الإسباني في تقريره أن رواية مستقبل كريستيانو رونالدو على وشك الوصول إلى فصلها الأخير، حيث اقترب من الانضمام لنادي النصر السعودي. وأوضح الموقع وفقا لمصادر وصفها بالمقربة أن رونالدو سيحضر الاثنين في مباراة الديربي بين النصر والهلال كضيف شرف بارز لممثلي ناديه المقبل. وكانت صحيفة عكاظ كشفت أمس السبت عن الجهة التي ستمول انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وتردد أن النصر قدم لرونالدو عرضا للتوقيع مع الفريق لمدة موسمين ونصف الموسم بلغت قيمته 200 مليون يورو للموسم الواحد، أي 500 مليون يورو خلال فترة عقده مع النصر السعودي، بما في ذلك راتب وعقود الإعلانات. وأشارت عكاظ إلى أن إدارة النصر برئاسة مثل آل معمر توصلت إلى اتفاق مع رونالدو ووكيل أعماله خورخي مينديز حول المقابل المادي وكافة بنوك الصفقات، ويتبقى فقط إنهاء الإجراءات النهائية ثم الإعلان الرسمي، ويحتمل أن يتم مطلع الأسبوع المقبل. وأوضحت عكاظ أن صفقة النصر الضخمة سيتم تمويلها بواسطة إحدى الشركات الراعية لنادي النصر بعقد استراتيجي متكامل يمتد 3 أعوام حتى عام 2025. بحسب صحيفة ماركا، هناك اتفاق بين رونالدو والنصر على الانتقال لموسمين ونصف الموسم بداية من كانون الثاني يناير المقبل. بينما أوضحت صحيفة آسي الإسبانية أن رونالدو سيوقع حتى عام 2030 ليصبح سفيرا لملف التنظيم في السعودية ومصر واليونان كأس العالم 2030. وأكدت صحيفة ريكورد أن سبب تأخر حسم رونالدو موقفه من الانتقال للنصر هو رغبة اللاعب في الاستمرار في الملاعب الأوروبية والانتقال لناد يشارك في دوري أبطال أوروبا في النصف الثاني من الموسم الحالي. أهلا وسهلا بكم متابعين قناة الترند رياضي. نرجو منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم أخبار نجوم كرة القدم أولا بأول.